في محافظات القناة ومن بورسعيد، احتفل ائتلاف شباب الثورة في المدينة بنجاح فعاليات جمعة استرداد الثورة. من جهته قام اتحاد المعاشات تحت التأسيس بتوزيع منشور نشد فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضرورة التدخل لعودة أموال المعاشات إلى مستحقيها، وندد البيان بعدم رفع قيمة المعاشات للحد الأدنى الذي أعلن عنه من وزارة المالية من قبل، وحذر البيان من تعرض ملايين الأسر إلى التشرد. كما تمكنت قوة مشتركة من القوات المسلحة وشرطة المسطحات بضبط عدد من المزارع السمكية المخالفة للقانون داخل بحيرة المنزلة. من بورسعيد معنا أحمد الجمال. أحمد، مسألة احتفال يعني الشباب الثورة بنجاح جمعة استرداد الثورة، يعني هل يعني أعلنوا تبريرا لهذا الاحتفال، يعني الاحتفال يكون بالثورة وليس بمظاهرة جمعة استرداد الثورة في العادة؟ نعم، هم برروا ذلك الاحتفال في هذا الموعد على وجه الخصوص احتفالا بنجاح جمعة استرداد الثورة في تحقيق التآلف الشعبي وتوصيل رسالتها، وكان ذلك الاحتفال على أنغام آلة السيمفونية الفلكلورية الوترية. واحتفل ائتلاف شباب الثورة في بورسعيد بنجاح هذه الجمعة. تضمنت الاحتفالية أيضا عروضا صاحبة للأطفال ومسابقات في الرسم والشعر وعرض خاص لفرقة السيمفونية في حضور مجموعة من مثقفي بورسعيد. كان هذا مهرجانا كبيرا، يعني الأمر لم يقتصر فقط على الاحتفال بجمعة استرداد الثورة. هل المواطن العادي الذي يعني لا يشارك في أي ائتلافات أو تكتلات يروق له مثل هذا النوع من الأنشطة؟ نعم. تفضل. نعم، يروق له هذا النوع من الأنشطة لأنه يتضمن بعض الأنشطة الخاصة بالطلاب وبالأطفال، وهم يتسابقون وفي نهاية الاحتفال توزع الجوائز على الفائزين من الأطفال. كما قال لنا ذلك محمد الحديدي منسق اتحاد شباب الثورة ببورسعيد والمشرف على الاحتفالية أن الهدف من الاحتفالية هو التعبير عن الفرحة بنجاح جمعة استرداد الثورة ومشاركة الأطفال في ذلك، ولما تحقق من تآلف شعبي وتوصيل الرسالة وبيان واضح أن الشعب المصري ما زال وسيظل في ثورته حتى. هل شارك عدد كبير من الأسر في هذه الاحتفالية؟ نعم، شارك أكثر من 60 أسرة بأطفالهم في هذه الاحتفالية. طيب، بالنسبة لبيان اتحاد المعاشات، ماذا جاء من مطالب في هذا البيان؟ ما أهم المطالب التي تضمنها؟ نعم، قام اتحاد المعاشات تحت تأسيس فرع بورسعيد مجددا بتوزيع منشور مكون من 5 صفحات يناشد فيه المجلس العسكري بضرورة التدخل لعودة الحقوق إلى أصحابها على حد وصف البيان. وذكر البيان الذي تم توزيعه على قطاعات عريضة بالمثنى أنه تم تسديد أكثر من 400 مليار جنيه، هي عبارة عن تحويل عمر 38 مليون مصري مؤمن عليهم. وذكر البيان أيضا أنه لن يتم رفع قيمة المعاشات الأدنى من 800 جنيه، وحذر من تعرض الأسر التي تتقاضى هذا المبلغ إلى التشرد أو الفقر المدقع. كما أشار البيان أيضا إلى أن السبب الرئيسي في ذلك هو وزير المالية في النظام السابق بطرس غالي الذي حول الأموال إلى أذونات خزانة وديون حكومية بعضها تم صرفه على مشروعات أجنبية فاشلة كما وصف البيان، ولم يتم دفع فوائد عليها مما تسبب في جمود الوضع الاجتماعي لأصحاب المعاشات. أيضا اعتبر ذلك البيان أن ما حدث في حق أصحاب المعاشات جريمة بكل المقاييس في حق المصريين، وطلب البيان وزير المالية بالتحقيق العاجل مع كافة المسؤولين عن التأمين والمعاشات الذين تسببوا في تبديد. طيب، كيف كان رد المسؤولين؟ حتى الآن لم يأتي رد إلى اتحاد المعاشات كما قالوا لنا مساء أمس وصباح اليوم، لم يتم أي رد من قبل المسؤولين، ولكن اتحاد أصحاب المعاشات قال أنهم سيمارسون الضغط حتى تأتي الردود وفقا للمطالب التي وصفوها بالمشروعة لاتحاد المعاشات. طيب، بالنسبة لبحيرة المنزلة هناك حملة لإزالة التعديات متمثلة في إزالة بعض المزارع السمكية المخالفة للقانون. يعني أنا لست أفهم ماذا تعني مزرعة سمكية مخالفة للقانون داخل بحيرة المنزلة، ما هي مواصفات هذه المزرعة المخالفة؟ نعم، المزارع السمكية في بحيرة المنزلة من المعروف أنها محرمة ومخالفة للقانون، لأن الذين يصنعون والذين يقومون على مثل هذه المزارع السمكية يأتون بالأسماك الزريعة أو الأسماك الوليدة ويربونها بما يخالف قانون الصيد الصادر من وزارة الزراعة، ثم يبيعونها بأغلى الأسعار.
هذه هي المخالفة. ايوه، يعني لماذا هي مخالفة؟ هل تستنزف مثلا الموارد الطبيعية الموجودة في البحيرة؟ يعني ما وجه المخالفة في هذا؟ وجه المخالفة أن وزارة الزراعة تصدر قرارا بمنع صيد الزريعة أي الأسماك الصغيرة الوليدة في أشهر معينة من العام حتى تحافظ على الثروة السمكية في يعني من أين الصيد؟ أنا معلش لا أفهم طبيعة تنظيم عمل البحيرات، لكن أنا أريد أن أفهم لماذا هي مخالفة مسألة تربية الزريعة حتى تكبر وتصير سمكا قابلا أن يتناول كطعام وبيعه مرة أخرى، لماذا؟ نعم، هؤلاء يتخذون هذه المزارع للتعامل الخاص ويبيعونها لصالحهم. وزارة الزراعة قررت عدم صيد الزريعة الأسماك الوليدة حتى تكبر هذه الأسماك الصغيرة الوليدة في البحر ويستفيد منها الثروة السمكية. طيب ما هم يقومون بتربيتها بدلا من أن تربى في البحر ويربونها في البحيرة، ما المشكلة؟ هذا مخالف، لأن وزارة الزراعة تصدر تراخيص بهذه المزارع في أماكن خاصة غير البحيرة، وتمنع صيد الزريعة في البحيرة وفي أماكن تواجدها في البحر، لدرجة أنها تمنع لمدة شهرين في كل عام اصطياد الزريعة حتى تكبر في البحر والأماكن التي تخرج سفن الصيد المرخصة رسميا لتصطاد هذه الأسماك وتدعم الثروة السمكية في مصر كلها. شكرا جزيلا. واعتبرت هذا النوع من الصيد مخالف للقانون. شكرا لأحمد الجمال، كان معنا من بورسعيد.